احنا معاكم دلوقتي من معبد الوحي او معبد امون او معبد التنبؤات. المكان هنا فرعوني من الاسره ال 26 من سنه 663 الى 625 قبل الميلاد. ومن اهم الحاجات اللي حصلت هنا هي زياره الاسكندر الاكبر للمكان، وهنحكي لكم حاجات كتير واساطير، منها اللي حصل ومنها اللي اسطوري، زي اختفاء جيش قمبيز، جيش 50,000 اختفى في الصحراء. تابعونا هنفرجكم على كل حاجه. أسطورة اختفاء جيش قمبيز. سنة 1525 قبل الميلاد أرسل الملك قمبيز جيش مكون من 50,000 محارب عشان يقوم بهدم المعبد، ليثبت للمصريين الخرافات وإن مفيش حاجة اسمها الإله أمون ولا في الاعتقادات اللي بيعتقدوها. كل المصادر بتقول إن الصحراء بعد رياح عنيفة قامت واختفى ال 50,000 محارب بالكامل. سبب من أسباب برضو إن معبد أمون يكون ليه شهرة الواسعة دي هي زيارة الإسكندر الأكبر هنا عشان يتوج سنة 1331 قبل الميلاد. لما جه هنا سأل الكهنة اللي في المعبد إن هو هيقدر يكمل وجيشه ويعمل توسعات ولا لا، وكانت الاجابه نعم، بس مش لوقت طويل، وفعلا ده حصل. واحنا كل الكلام اللي بنقوله سواء معلومات او تواريخ بنجيبه من مصادر، وبرده في حاجات بتقول عكس كده وحاجات بتقول حاجات ما حصلتش، فاحنا بننقل لكم المعلومه اللي بتبقى الغالبيه قالوا فعلا انها حصلت. وقبل ده كله صلي على النبي في قلبك، واحنا بنكمل بالدعم بتاعكم والشير بتاعكم ومتابعتكم. معبد التنبؤات او معبد امون بيحصل فيه ظاهره فلكيه اسمها الاعتدال الربيعي، وهي عباره عن تعامد الشمس مرتين في السنه، مره في الاعتدال الربيعي ومره في الاعتدال الخريفي، وبكل 90 يوم بيكون في اقصر نهار وبعدها ب 90 يوم بيكون في اطول نهار.